جهزوا نفسكم، القصة هتخليكم تقفلوا الباب بالمفتاح وتتأكدوا من الشبابيك قبل ما تناموا. النهاردة هنحكي عن بيت الرماد، قصة حقيقية مرعبة حصلت في حي قديم في المنيا. بيت شكله عادي من بره، بس من جواه كان بيحصل فيه حاجات تخلي الواحد يشك في كل حاجة حواليه. القصة دي مش بس هتخوفكم، دي هتخليكم تسألوا ايه اللي ممكن يكون عايش معاك في البيت من غير ما تشوفه. يلا نبتدي. في حي السوق القديم بالمنيا كان في بيت قديم من أيام الستينات، كانوا بيسموه بيت الرماد عشان ريحة زي الحريق كانت دايما موجودة فيه حتى لو مفيش نار. البيت كان مهجور فترة طويلة، والناس في الحي كانوا بيقولوا إنه ملعون بسبب صاحبته القديمة، ست اسمها فاطمة، ماتت في حريق غامض سنة 65. بيقولوا إن فاطمة كانت بتعمل سحر أسود، وإنها لما ماتت روحها ما سابتش البيت. بعدها بفترة شاب اسمه كريم عنده 29 سنة بيشتغل مدرس تاريخ، قرر يسكن في البيت ده لأنه قريب من المدرسة اللي بيشتغل فيها، ده عشان إيجاره كان رخيص. كريم كان بيحب القصص القديمة بس ما كانش بيصدق حكاية الجن والأرواح. أول يومين كانوا عاديين في البيت، بس في تالت ليلة وهو نايم سمع صوت زي حد بيجر حاجة تقيلة في الصالة. قام يشوف بس ملقاش حاجة. الغريب إنه لقى ريحة دخان قوية زي لو في نار في البيت، بس ما كانش فيه أي حاجة. رجع ينام تاني بس حس إن في عيون بتبصله في الضلمة. بعد كام يوم كريم بدأ يلاحظ حاجات مش طبيعية. كل ليلة كان بيسمع صوت زي همسات جاية من أوضة المعيشة، زي لو حد بيتكلم بصوت واطي. مرة وهو بيغسل وشه في الحمام شاف في المراية ظل واحدة واقفة وراه، شعرها طويل ولبسها محروق. بص بسرعة بس ملقاش حد، بدأ يخاف بس قال لنفسه أكيد أنا بتخيل. في يوم هو راجع من المدرسة لقى باب الشقة مفتوح مع إنه متأكد إنه قفله. دخل يشوف لقى الأرضية مليانة رماد أسود زي لو حد سكب كيس فحم على الأرض. جري ينظف بس الرماد كان بيظهر تاني كل يوم في نفس المكان. كريم حكى لجاره عم زكريا اللي قال له يا ابني البيت ده مش نظيف، فاطمة كانت بتعمل أعمال سحر في الأوضة دي، وبيقولوا إن دمها انتشر على الأرض لما ماتت. كريم ضحك وقال دي خرافات، بس جواه بدأ يحس إن في حاجة غلط. بعد أسبوعين الحاجات بدأت تسوء. كريم بدأ يحلم كل ليلة بالست فاطمة في الحلم. كانت بتقف في الصالة لابسة فستان اسود محروق وبتهمس له انت هنا ملكي. صحي مرة لقى ايده مليانة خطوش زي لو حد خربشه بضوافره. بدأ يحس ان في حاجة بتمشي معاه في الشقة. مرة وهو بيشرب مية في المطبخ سمع صوت صرخة حادة جاية من أوضة النوم. جري يشوف لقى السرير متبهدل زي لو حد كان نايم فيه. كريم قرر يسأل أكتر عن فاطمة. راح لست عجوزة في الحي اسمها أم نادية، كانت تعرف فاطمة من زمان. قالت له إن فاطمة كانت بتعمل طقوس سحر في الصالة وكانت بتحاول تستدعي كائن من عالم تاني. لما البيت ولع الناس قالوا إن النار دي كانت عقاب على أعمالها، بس فاطمة ما ماتتش عادي، روحها لسه مربوطة بالبيت. أم نادية حذرته لو سمعت صوتها ما تردش وإلا هتاخدك معاها. في نفس الليلة الكهرباء قطعت وكريم سمع صوت خبط قوي على الباب. جري يفتح بس الباب كان زي لو حد ماسكه من بره. سمع صوت ست بتقول افتح انت ملكي. قلبه كان هيقف وبدأ يقرأ قرآن لحد ما الصوت اختفى. كريم ما قدرش يستحمل فراح لشيخ اسمه الحاج مصطفى معروف في المنيا حل الحاجات الغريبة. الشيخ سمع القصة وقال له البيت ده فيه طاقة شريرة، فاطمة فتحت باب لعالم تاني وروحها محبوسة فيه. الشيخ طلب يروح البيت وخد معاه كريم وكام راجل من الحي. لما وصلوا الشيخ بدأ يقرأ قرآن في الصالة. فجأة الريح اشتدت والشبابيك بدأت تترج جامد زي لو في زلزال. سمعوا صوت زي زئير جاي من الأرض والشيخ قال
في حاجة هنا مش عايزة تسيب المكان. أثناء القراءة لقوا الأرض بتترج، وفجأة ظهرت دايرة رماد في نص الصالة وجواها علامات زي طلاسم. الشيخ رش مية مقروء عليها قرآن، وسمعوا صرخة مخيفة زي لو حد بيتعذب. كريم شاف ظل فاطمة واقف في ركن الأوضة بتبصله بعيون مليانة غضب، وبقها مفتوح زي لو هتصرخ. الشيخ أمر الكل يبعد واستمر في القراءة لحد ما الصوت هدي. بس الشيخ قال لكريم: الروح دي زعلانة منك، لازم تسيب البيت حالا. كريم فعلا ساب البيت وراح يعيش مع أخته في حي تاني. بس الرعب موقفش. كل ليلة كان بيحلم بفاطمة بتقف قدام سريره وتقوله: انت لسه هنا؟ كل ما يصحى كان يلاقي ريحة دخان في الأوضة وعلامات رماد على الأرض. مرة وهو بيبص في المراية شاف وش فاطمة وراه بتبتسم بطريقة خلته يصرخ. راح لشيخ تاني في القاهرة قال له إن فاطمة مربوطة بطاقة شريرة وإنها بتحاول تسيطر عليه عشان يرجع البيت. بعدها بمدة كريم قرر يواجه خوفه ورجع للبيت بالنهار مع الشيخ. بس لما قرب من الصالة حس إن في حاجة بتسحبه لجوه. الشيخ شده بسرعة، بس كريم قال إنه شاف فاطمة في الحلم ماسكة إيده وبتهمس: هتعيش معايا للأبد. من ساعتها كريم مرجعش البيت ده أبدا، بس كان بيقول إنه لسه بيشوف ظلها في كوابيسه. لحد دلوقتي بيت الرماد لسه موجود في مكانه في المنيا، بس محدش بيقرب منه. العمارة بقت مهجورة والشبابيك مكسورة، والأهالي بيقولوا إن اللي يعدي جنب البيت بالليل بيسمع صوت صرخات أو همسات. في ناس شافت ظل ست بتمشي في الصالة بره. بعدها بمدة شاب حاول يدخل البيت يصور، بس رجع يجري من بعد ما الكاميرا سجلت صوت صرخة ووش ست ظهرت في العدسة. بيقولوا إن فاطمة لسه محبوسة في البيت، وإن الرماد اللي بيظهر كل يوم هو علامة لعنتها. في إشاعات إنها كانت بتعبد كائن من العالم الآخر، وإن دمها لما انتشر على الأرض خلى البيت بوابة لعالم تاني. تفتكروا فاطمة لسه مستنية حد يدخل عندها؟ القصة دي خلتني أفكر كتير، إزاي بيت زي ده يبان من بره عادي يبقى شايل جوه كل الرعب ده؟ تفتكروا بيت الرماد فعلا ملعون ولا كل ده خيال؟ ولو عديتوا جنب بيت مهجور زي ده هتدخل تشوف ايه اللي فيه؟ قولولنا رأيكم في التعليقات. ولو عجبتكم القصة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان قصص مرعبة زي دي كمان. خدوا بالكم، مش كل بيت فاضي يبقى فاضي فعلا.